يعطيكم العافية أحبائي المشاهدين. اليوم إن شاء الله بدي أساوي لكم وصفة السبانخ. طبعا عندي كمية من السبانخ. طبعا أنا غسلتها بشكل منيح وفرمتها بهذا الشكل، صفيناها بشكل منيح. وعندي كمية من اللحمة، وعندنا طبعا توم، وعندي كزبرة خضراء. هلا بسم الله بلش بالطريقة. هلا هون ضفنا 3 معالق تقريبا من الزيت النباتي، بنضيف عليهم كمية الدهنة اللي عنا اياها. طبعا نستنى الدهنة لحتى تذوب عنا. هلا هون بعد ما ذابت الدهنة نضيف اللحمة. هلا هون بنضيف فلفل اسود. هلا هون بنضيف الثوم. بنقلبه تقريبا دقيقة، بعدين بنحط الكزبرة. هلا هون بنضيف السبانخ. طبعا بنضيفه على دفعات وبنقلب. هلا هون حطيت الدفعة الثانية كمان بنقلبها. طبعا بنضل بنحطهم دفعات لحتى تخلص عنا الكمية. هلا هون بعد ما خلصت الكمية كلها عنا بنضيف الملح، نحركهم تحريكة ونسكت. طبعا مثل ما شفتوا ما بياخد وقت معنا. هلا هون بسم الله نسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهون طبعا عم نساوي رز مجمد السبانخ. هلا حمصنا الشعيرية مثل ما شايفين. هلا بنضيف الرز. هلا هون بنحمص الرز بهذا الشكل بنقلبه. هلا بنضيف مي مغلية. هلا هون بسم الله بنضيف المي المغلية. بسم الله. بنضيف الملح، بنحرك تحريكة خفيفة بهذا الشكل. بنغطي عليهم. هلا هون بسم الله استوى عنا الرز. نعمل تحريكة خفيفة ونسكت. وبهيك وصفة السبانخ صارت جاهزة عنا. طبعا نزينها بالكزبرة الخضراء كما شايفين هاي الطريقة. ان شاء الله يا رب الوصفة تكون عجبتكم، والف صحة وهنا. طبعا في ناس بتضيف لها كاسة من المي، انا بحب ساويها ناشفة بهي الطريقة. ان شاء الله يا رب وصفتي تكون عجبتكم، والف صحة وهنا.